السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة على قناة ندوجة ديليس. إن شاء الله كنقترح عليكم المقروط بالتمر، كيجي من ألذ ما يكون فتي وهش. كنتمنى إن شاء الله تتابعوا معايا الفيديو للآخر وفرجة ممتعة. إذا بالنسبة للمكونات اللي غنحتاجو لتحضير المقروط، غادي نحتاجو 500 غرام من السميد الناعم أو السميدة الرقيقة. غنحتاج كذلك كأس من الدقيق. غنحتاج كأس من الزبدة مذوبة، كندوبوها وكنصفيوها جيدا من داك الحليب اللي كيكون فيها. عندي كيس من السكر منكه بزهرة البرتقال، يمكننا كذلك نستعملو 4 كأس ديال ماء الزهر. غنحتاجو معلقة كبيرة من السكر حبيبات، قبصة ملح، وكأس باش غادي نعجنو هاد المقروط ديالنا او العجين ديالنا. نمروا الان نشوفوا الحشوة اللي غادي نستعملو ديال التمر. غادي نحتاج ليها 500 غرام ديال عجين التمر او معجون التمر. يمكن لينا ناخذوه جاهز او نحضروه في البيت. عندي القليل جدا من الجوز، تقريبا واحد 100 غرام او 120 غرام ديال الجوز مهرمش، وعندي معلقه كبيره ديال القرفه ومعلقه كبيره من الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. ونمروا الان نشوفوا الطريقه. اول شيء كناخذوا بول وكنحاولوا ان احنا نغربلو جيدا السميد. كنحاول كذلك انني نضيف عليه الدقيق الابيض. كنحاول انني نصفي او كنغربل الكل جيدا، ثم كنضيف قبصه من الملح، وكنضيف كذلك معلقه كبيره من السكر. كنخلط الكل جيدا باش كينسجموا ليا هاد المكونات مزيان. وغادي ناخذ هذاك الكاس ديال الزبده بطبيعه الحال، فضروري لما كنذوبوها كنحاولوا ان احنا كنخليوها واحد المده حتى كتبرد. في نفس الوقت هذيك الزبده مذوبه كتطلع للفوق وداك الحليب كيبقى لينا لتحت. كنحاولوا ناخذوا غير هذيك الزبده اللي دايبه وداك الحليب كنزولوه. انا كنوضع الكاس ديال الزبده، كاس عنبه اي 150 مليلتر، كنوضعوه كامل وكنحاول انني ندخل داك الزبده جيدا في قلب السميد. كنحاول نعجنوه جيدا او كنبسوه باش كيتشرب لينا داك الزبده مزيان. من الاحسن انا هنا استعملت الزبده ديال العبار لانها كتجي لذيذه وكتعطينا واحد المذاق جد مميز. اذا هنا الا كنتو غديروا اكثر من نصف كيلو اي كيلو او اكثر، فما تخلطوش هاد الكميه كامله. يعني غتخلطوا النصف ديال الكميه والنصف الاخر غادي تخليوه ناشف حتى تكملوا هاد العجين الاول، حتى ترشموه وتقادوه. عاد ديك الساعه غادي تخلطوا، غتبداو في العجين الثاني هكذا باش ما تنشفش لكم العجينه وتبقى معكم فتيه وهشيشه. اذا هنا غادي ناخذ 500 غرام ديال التمر اللي يكون درجه حراره المطبخ، يعني ما يكونش من قبل في الثلاجه باش كيسهل علينا العجن ديالو. كنضيفوا عليه معلقه كبيره ديال القرفه ومعلقه كبيره من الزبده، تكون من الاحسن بدرجه حراره المطبخ باش كتعجن معنا بكل سهوله. الان بعد ما طلقنا العجين ديالنا جيدا كنضيفوا عليه القليل من الجوز كما لاحظتوا معايا على الصوره، اللي كيكون محمر قليلا ومهرمش، وغادي نعجن الكل جيدا. اذا الان كناخذوا القليل جدا من الزيت كندهنوا به الاصابع ديالنا او يدينا، وكنحاولوا نشكلوا كويرات من هذا الحجم هذا، يعني ما يكونوش كبار وما يكونوش صغار بزاف، يعني من حجم متوسط.
وكناخذ كاس ديال العنبه من الماء وكنضيف عليه الكيس ديالي ديال السكر بنكهه الزهر. اذا هنا بعد مرور نصف ساعه فكناخذ هذاك السميد، كنحاول انني نحلو شويه بالاصابع، وكنبدا نضيف هذاك الكاس ديال الماء اللي ضفت عليه الكيس ديال السكر بنكهه الزهر. الا ما كتوفروش على هذا الكيس فعملوا 4 كاس ديال الماء الزهر وكملوا بالماء. هنا وضعت الكاس الاول وغادي نضيف نصف كاس ثاني، هي كاس ونص اللي يعني جمع ليا هذا الخليط هذا، يعني كيبقى حسب النوعيه ديال السميد اللي عند كل سيده. اذا هنا فكنجمع الخليط وكنخليه شي شويه رطب، لان كنعرفوا السميد انه كيتشرب بسرعه. اذا هذا هو المرشم اللي غادي نحتاج باش نحضر هاد الحلوى ديال المقروط. راه متوفر في الاسواق وبثمن جد مناسب. اذا الان غادي نبدا نشكل الحبات ديالي ديال المقروط. كنحضر حدايا واحد الطبق فيه القليل جدا من السميد. اذا هنا كناخذ القليل جدا من العجين على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا على الصوره. كنحاول انني نفتحو قليلا بالاصابع، وكنوضع هذيك الكويره ديال التمر على هذا الشكل هذا، وغادي نبدا نسدو او نغلق عليه على هذا الشكل هذا، وكنشكل واحد الكويره بين يدي. ثم كنحاول انني نمررها في هذاك الطبق اللي فيه السميد رقيق غير الوجه ديالها هكذا، باش لما كنوضعها في هذاك المرشم ما كتلصقش ليا. يعني ضروري تقوموا بهذه العمليه باش تفاداو ان العجينه ديال المقروط كتكون فتيه ورطبه هكذا ما تلصقش لكم في هذه الاله هذه. كما كتلاحظوا معايا على الصوره كناخذها وكنحاول نضغط عليها واحد 2 ديال المرات على هذا الشكل هذا جيدا، وكنضغط بكل سهوله غير بشويه وهي كتخرج معايا كما كتلاحظوا ما كتلصق ما والو. كيجي الشكل ديالها اكثر من رائع. كناخذها وكنوضعها في واحد الصفيحه اللي كتمشي للفرن اللي كنكون يعني كتكون ملبسه بورق الطهي، وغادي نعاود نشكل معكم واحده اخرى. اذا بالنسبه لي انا هنا فوريتكم وحده بوحده، لكن نتوما ملي تكونوا كتخدموا في البيت فحاولوا يعني توضعوا الكويرات ديالكم ديال التمر على هذا الشكل هذا. يعني كتخدموا العجين ديالكم في مره، عاد من بعد لما كتنتهيو عاد كتبداو تضغطوا عليه بالمرشم باش العجينه ديالكم ما كتنشفش على هذا الشكل. يعني غادي تكوروها على هذا الشكل هذا وغادي تحطوها جانبا حتى تكملوا الكميه كامله، عاد غادي تبقاو تمروها في السميد وتضغطوا عليها بالمرشم. وكما سبق لي وذكرت فإلا كنتو غادي تستعملوا اكثر من هذه الكميه اللي استعملت انا، يعني غادي تحضروا 1 كيلو او اكثر، فما تخلطوش العجين ديالكم في مره، خلطوا غير النصف ديال الكميه والنصف الثاني خليوه حتى التالي وعاد صوبوه. اذا كما كتلاحظوا معايا هذه هي الكميه كامله اللي خرجت لي هاد 500 غرام. الان غادي ندخلو الفرن ساخن على درجه حراره 180، كنشعلوا عليه النار من الفوق ومن الاسفل.
وكنخليوه يعني حتى كيتحمر وكنخرجوه. هذا هو المرشم اللي استعملت. كما بغيت نوريكم هنا فيه عدة اشكال، كتختاروا الشكل اللي بغيتو، راه متوفر في السوق وبثمن جد مناسب. اذا كما كتلاحظوا معايا بعد ما خرجت المقروط ديالي من الفرن، هذا هو الشكل ديالو، كيجي محمر جيدا واللون ديالو مذهب ورائع جدا. فالان هو ساخن، فكنحاول انني نوضعه في العسل مباشره، يعني كنوضعوه في العسل هو سخون. انا هاد الكميه اللي عندي يعني كميه قليله، هي غير نصف كيلو، فغادي نحاول انني نوضعها في طنجره واحده ديال العسل اللي دفيته غير شويه، يعني ما كنسخنوش، دفيته قليلا جدا، لان لما كنوضعوا الحلوى وهي سخونه فكتسخن لنا مباشره العسل. كما كتلاحظوا معايا كنحاول انني نصب عليه العسل على هذا الشكل هذا، وغادي نوضع الكميه ديالي كامله. الا عندكم اكثر يعني من كيلو او اكثر، فحاولوا تقسموا الكميه ديال العسل في واحد 2 أو 3 ديال لي بول هكذا، باش كيتعسل لكم مزيان وكيتشرب لكم العسل، يعني كتلقاو واحد المساحه كافيه باش كيتعسل. وكنخليوه في العسل يعني ماشي بحال الشباك، يعني كنحاولوا نخليوه واحد المده ديال ساعه هكذا او اكثر حتى كيتشرب لينا جيدا العسل. من بعد كنسقطروه وكنوضعوه في علب، ومن الاحسن ان حنا نحتفظوا به في المجمد، لان ملي كيبقى على برا فكيبدا ينشف مع المده. لما كنوضعوه في المجمد فكيبقى لينا يعني المذاق ديالو ممتاز وكيبقى هشيش وفتي، يعني طيلة الشهر المبارك، وطيلة يعني كيبقى لكم الوقت اللي كتبغيو، يعني وقت ما بغيتوه كيبقى مدة طويلة ما كيوقع عليه حتى حاجة. اذا نتلاقاو بعد قليل باش نشوفوا الشكل النهائي. اذا الشكل النهائي ديال المقروط بعد ما تعسل وقدمته على هذا الشكل هذا، كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه بالصحه والراحه. وصفه سهله جدا سريعه وكتجي روعه روعه، كيجي هشيش بزاف وفتي. كنتمنى ان شاء الله تجربوها في هذا الشهر المبارك وتخليوا لي رايكم في التعليقات. كنقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل بحول الله، وما تنساوش انكم تشجعوني بلايك وتشتركوا في القناه مع تفعيل الجرس. كما ادعوكم للاشتراك في قناتي الاولى باسم شهوة ندوشة باش تعرفوا على المزيد من الوصفات الرمضانيه. شكرا على المتابعه والى اللقاء.